سليمان عيد احتفل مؤخرا باعتقران نجله الوحيد عبد الرحمن وسط عدد كبير من نجوم الفن والغناء. وظهر خلال حفل الزفاف سعادة الفنان سليمان بنجله الوحيد، وظل يرقص خلال الحفل كثيرا أمام النجوم حمادة هلال وعصام كاريكا وشاندو الذين أحيوا حفل الزفاف. ومن نجوم الوسط الفني الذين شاركوا سليمان عيد فرحته الفنان كريم محمود عبد العزيز وكريم عفيفي وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد الغني ومحمد جمعة وشاندو وطارق علام ومؤمن حسن ومحمود البزاوي وأقارب. يذكر أن الفنان سليمان عيد قال إن أصعب مرحلة في حياته هي مواجهة الناس على خشبة المسرح للمرة الأولى متابعا أول مسرحية جسمي كان بيترعش كله لمدة دقيقة. وأضاف سليمان عيد خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي أن المسرح أبو الفنون وأصعبها، نظرا للوقوف أمام الجمهور مباشرة والارتجال في بعض المشاهد والرجوع مجددا للنص الأصلي، فالمسرح بمثابة جيم الممثل الكوميدي. وعبر عن حزنه على حال المسرح حاليا، خاصة أن مصر تمتلك طاقات بشرية كبيرة يجب توجيهها، مناشدا المسؤولين عن المسرح في مصر قائلا: أرجوكم المسرح انتهى، وكان في الماضي يمثل المسرح خروجا للأسرة. ولفت أن من صعوبات المسرح هي شد أنظار الجمهور فور ظهور الممثل على خشبة المسرح، موضحا أن هذه الطريقة تعلمها في مسرحية جحا يحكم المدينة مع الفنان سمير غانم.